إن كان بعض الوقت صيام عن الأكل، فالوقت كله صيام عن الشر. كان بعض فترات في السنة بنصوم عن أنواع من الأكل، إنما كل السنة صيام عن الشر. كل السنة، كل العمر صيام عن الشر. الكنوز اللي مفروض نخزنها هي ركائز أو أساسيات في الحياة المسيحية: صوم وصلاة وصدقة. صوم وصلاة وعطاء، دي الكنوز اللي هتنفع، دي الكنوز اللي هتنفعنا، دي الكنوز اللي هتأكلنا بكرة. احنا بنروح لربنا روحيا عن طريق الصلاة. نتقدم إلى الله عن طريق الصلاة. يشترك الجسد معانا عن طريق الصوم. يشترك أخويا الفقير المحتاج معايا عن طريق العطاء. أكلم ربنا بروحي، يعني أصلي. جسدي يشترك بالصيام. أخويا الفقير الغلبان يشترك معايا في العطاء لما أديه. عشان كده الكتاب بيقول: لا تتراءى أمام إلهك فارغا. لا تتراءى أمام إله. دول الكنوز اللي احنا عايزينهم: كنز الصلاة، كنز الصوم، كنز العطاء. ليت العمر كله ينصرف في دول بس. خلي بالكم، العمر قليل، الحياة صغيرة، واحنا أطفال مش بنحس بقيمة العمر، واحنا عن فوان الشباب ما بناخدش بالنا من علاقتنا بربنا. عقبال ما نفهم ما هو العمر بيكون خلص. أقول تاني: واحنا صغيرين أطفال مش بنعرف قيمة الحياة ولا قيمة عمرنا. في سن الشباب بنبقى الواحد مش شايف حد قدامه. أول ما يبتدئ يعني إيه عمر، أول ما يبتدئ يعني إيه فهم السن والعمر، يكون العمر ما فيهوش عمر. عشان كده أنت بتاخد شيك كل يوم ب24 ساعة، آخر النهار تقدم بيان بيه عملت إيه. عملت إيه في 24 ساعة، لأنك هتسأل عن 70 80 سنة. فيبقى معاك ورق بيان بكل يوم. خدت شيك ب24 ساعة عملت فيه إيه. أكلت ونمت وتلفزيون ونت وحكاوي، يبقى الورق ده يتقطع ملهوش فايدة، ما ينفعش. مش كنوز تتخزن، ما يستاهلش يتخزن. ورق كهذا يحرق ويلقى في النار. ادي عمرك، ادي حياتك، ادي اعمالك، ادي كنزك. بتاخد شيك ب24 يوم. اعمل لي بيان اخر وانت بتحط راسك على المخدة، اكتب عملت ايه. ستحاسب عن كل كلمة بطالة، ستحاسب عن كل ثانية ضاعت. عشان كده الكنوز بتاعتنا التلاتة دول: صلاة وصوم وصدقة بس. لو انا عشت دول مش هلاقي وقت اصرفه في اي عمل اخر. اهم حاجة في حياتنا المسيحية الصلاة. هو الباب الوحيد اللي بتاخد منه سلام، تاخد منه نعمة، تاخد منه قوة، تاخد منه فرح، تاخد منه راحة، تاخد منه توبة. مفيش أبواب عندنا غير باب الصلاة. الباب الذي يقصدها الله: قد جعلت أمامك بابا مفتوح لا يستطيع أحد أن يغلقه. هو باب الصلاة، هو باب الصلاة. الله يعرف إن احنا في ضيق دائم، إن احنا في اضطهاد على الدوام،
فجعل لنا هذا الباب لكي نختفي فيه ونختبئ فيه ونأخذ منه. احنا مش بناخد على قدر الضيقات التي تقع علينا ضيقات كتيرة محتاجة ان احنا نصرخ كل حين ولا نمل. نصرخ كل حين. مين فينا بيصلي بالقدر الكافي؟ مين فينا بيصلي على قدر احتياجه؟ احنا محتاجين كتير، محتاجين الله معانا على طول، محتاجين الباب ده مفتوح على طول، محتاجين نصرخ كل حين. مين فينا بيعمل كده؟ متأسف، محدش فينا بيصلي. محدش فينا بيصلي. انت بتقابل ملك كبير بتقول له بعد اذنك انا كنت عايز 5 جنيه. بيتكسف. الوقفة بتاعتنا ما بتزيدش عن كده. الوقفة بتاعتنا مع الله ما بتزيدش كأنك بتقول له عايز 5 جنيه. يقول لك انا غني، ما تحرجنيش، ده انا غني، ده انا عندي، ده انا بحبك، ده انا عايز اديك، ده انا سخي. تقول لي ازاي 5 جنيه؟ انت بتحرجني. نحن نحرج الله في صلواتنا. انت بتكسفني كده. هو انا مش ابوك؟ مش انا حبيبك؟ مش انا عندي؟ مش انا سخي؟ مش انا عايز اديك؟ تقول لي برضه، تقول لي طبعا صلواتنا لا تتعدى مثل هذا المثل. الراجل بتاع ربنا الاولاد والبيت، يا عم كل ده انا عارفه. اهو الانجيل بيقول كده، كل ده انا عارفه. انا عارف ما تحتاجون اليه، خليكم في الاهم. اطلبوا السماء والباقي كله سهل. عندما نطلب السماء كما قصدها الله، عندما نطلب السماء كما في فكر الله، سوف لا نحتاج إلى شيء آخر نطلبه. كنا لنا طلبات أرضية، يبقى إحنا ما طلبناش السماء كما في فكر المسيح، كما قصد المسيح. اطلبوا السماء وسيبوا الباقي عليا أنا. كنا بنطلب أرضيات، يبقى لغاية النهاردة إحنا ما طلبناش السماء كما في فكر الله. اطلبوا ملكوت الله. لا تطلبوا قائلين أنه ينهينا كل يوم عن طلباتنا. لا تطلبوا قائلين، لا تطلبوا زي الأمم ما عندهمش إله حلو زيكم. الأمم ما عندهمش سماء وملكوت وأبدية زيكم، فمشغولين بالأرض. لا تكونوا أنتم مثلهم. لا تكونوا كأمم العالم، عايزين أرض وعايزين طين وعايزين تراب. أنتوا عايزين أبوكم اللي في السماء. عايزين أبوكم اللي في السماء. حياتنا تصرف في الصلاة. احنا محتاجين معونة، احنا محتاجين سند، احنا محتاجين الله. والله ما يجيش غير عن طريق باب الصلاة. أقوى شيء في المسيحية هذا الباب فقط، لا نملك سواه. احنا ما عندناش حاجة تانية غير ان احنا نقول له يا رب يا رب يا رب كل أيام حياتنا. ننشغل بيه لكي نجعله ينشغل بينا. بيقول كده يا ذاكر الرب لا تسكتوا. يا اللي بتطلبوا ربنا ما تسكتوش. الضغوط تحتم عليكم فعل هكذا. الضغوط التي تقع عليكم كل يوم 500 مليون مرة يحتم عليكم انكم يا ذاكر الله لا تسكتوا. تسكت ازاي وانت عليك تعب، وانت عندك تعب وعندك ضغوط وعندك اضطهاد وعندك موت كل يوم؟ تسكت ازاي؟ ما تكلموش ازاي؟ هو انت مش واخد بالك وانت مش فاهم؟ يا ذاكر الله، يا اللي بتطلبوا ربنا لا تسكتوا. لا تسكتوا. خدوا بالكم، سكتوا هتتعبوا. هو مصدر الفرح ومصدر القوة ومصدر المعونة الوحيد عندكم يا مسيحيين باب الله فقط. ألستم تعلمون هكذا؟ نحن لا نملك إلا أننا نصرخ قائلين يا رب ارحم. نحن لا نملك إلا ده. ما عندناش حكاية تاني نتمسك بيها ولا نتمسح فيها. ما فيش غير هو يا رب يا رب. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. يا رب انت مش حاسس بيا؟ مش انا اللي بكلمك؟ مش بقول لك امل اذنك واسمعني؟ مش اقول لك الدنيا جايمه عليا؟ يا ذاكر الرب ولا تدعوه يسكت. ولا انت تسكت يا رب. لا تصمت امام صراخي. لا تصمت امام صراخي. كيف نجعل الله لا يصمت عندما لا نصمت نحن؟ نكثر من الصلاة. احنا محتاجين كده. ولا يوجد باب آخر للراحة والسعادة والتوبة. قديس ماري إسحاق بيقول كده مخدوع من الشياطين من يظن أنها توجد طريق للتوبة غير الصلاة.
من علامات التائب انه مصلي. مش بتصلي انت مش تايب. لا يوجد طريق ولا مسلك ولا باب عندنا غير باب الصلاة. مفروض كل العمر يصرف في هذا العمل. كان القديس الأنبا بشوي كان بيربط شعره في السقف، سقف الجلاية، عشان ما ينامش. ولا عشان ايه؟ عشان ما ينامش؟ لا، مش عشان ما ينامش. ده كان فرحان بربنا. ده كان فرحان، فيقول يا رب انت نزلت عشان تشوف نسيبك ازاي. احنا مش بنوصل لكده فما شفناش ربنا. احنا مش بنوصل لكده ما ضجناش. احنا مش بنحب الصلاة. مش ما فيش حد فينا بيحب الصلاة، لانه ما اداش نفسه فرصة يشوف ربنا من خلال الصلاة. ما اداش نفسه فرصة انه يذوق ربنا من خلال الصلاة. عشان كده تسأل اي واحد: بصلي؟ بقول يا بن الذي، بصلي المزامير؟ لا، لا. سبحوا الرب تسبيحا جديدا. القديم بتاعكم ده ما يقضيش مصلحة. القديم بتاعكم ده لا يتناسب مع الضغوط عليكم في هذه الايام. سبحوا الرب تسبيحا جديدا بعمق وامانه وقوه وفهم. هو انبا بشوي كان متاسف، يعني ما كانش بيربط شعره عشان يسهر. لا، ده كان بيربط شعره عشان يفرح تاني وتفرحان. يعني هيسيب المنظر ده ويروح فين؟ هذه الصلاة. احنا ما عطيناش فرصة لأنفسنا نوصل لكده. التلفزيون أهم، التليفون أهم، النت أهم، الحكاوى أهم، الإدانة أهم، الأمور العالمية أهم. طب خليك براحتك. عقبال ما تفوق تلاقي العمر خلص. عقبال ما تفوق تلاقي السن ما فيهوش. دي ركائز أساسية مسيحية: صلاة وصوم وصدقة، ما فيش تاني. لو صرفنا حياتنا في ده مش هنلقى وقت نروح نعمل أي شيء آخر. هو العمر عبارة عن كده: صلاة كل حين، صوم على الدوام، عطى لكل إنسان. أهم حاجة في حياتنا الصلاة. كنز الصلاة. احنا رايحين عند ربنا هنصلي. ما كناش ناخد فكرة عن الحياة التي سنعيشها بعد. هنعيش ازاي مع ربنا؟ هيقول صلوا، نقول له مش متعودين. يقول يبقى ما تنفعوش تقعدوا معايا. فالحياة كلها هي تدريب على حب الصلاة. حينما نضع في الملكوت نعرف نصلي. احنا متدربين على ده، احنا فاهمين ده، احنا عايشين ده، احنا عارفين ده. بنصوم عشان نعرف نعمل فضايل. الجسد الصوام يسهل عليه عمل الفضايل. اللي يضبط جسده يبقى سهل عليه يعمل فضايل. اتنين، بنصوم عشان نحس باخواتنا الغلابة. لما انا بجوع كده لغاية الساعة 3 4 اقول يا انا مش قادر اتحمل يوم. امال الناس اللي عايشة في جوع على طول دول يعملوا ايه؟ احس بالناس، اشعر بالناس، اخد بالي من الناس. يبقى الصوم ضبط للجسد وتحجيمه وقمعه. بيقولوا كده: اي انسان تكرمه يكرمك، عدا جسدك تكرمه يهينك. كل انسان تكرمه يكرمك، عدا جسدك تكرمه يهينك. تأكله وتشربه وتنيمه وتزينه وتفرجه، يسقطك في الخطية على طول. على طول. فاحنا بنضبط الجسد بالصيام، مش بنزله، بنضبطه بنظبطه لكي يرجع إلى الصورة التي خلق عليها. اتنين، بنصوم عشان نحس بالغلابة. تلاتة، بنصوم عشان نعرف قيمة خلاصنا. السيد المسيح تعب، جاع، وعطش. كان في مرة واحدة راهبة بتحكي معايا، راهبة من الراهبات، بتقول لي: حللني حللني بعد إذنك. فقلت لها: عملت إيه غلط؟ قالت: لما أشرب مية بشبع. هم. لما أشرب مية بشبع. المفروض أخد بوك صغير، فأنا بشبع مية. طب إيه المشكلة؟ قالت لي: أنا في ودني بيرن على طول المسيح أنا عطشان. معي؟ معي. عشان كده الناس دي يقال لها طوبى للجياع
والعطاش إلى البر. فبنصوم عشان نظبط الجسد ما يضحكش علينا ويجرنا. 2 عشان نحس بالغلابة. 3 عشان نعرف ان المسيح تعب. لما يقول انا عطشان اقول له عندك حق، انا عطشت، انا جربت، انا شفت ده، فاعرف ان الحكاية فيها تعب، فاحس بقيمة خلاصي. العطا على قدر ما تقدر تدي. اي حد ادي. اليد التي تعطي لا تحتاج. اليد التي تعطي لا تحتاج. ادي. الله عمل تفاوت بين البشر عشان نلاقي مجال، نجرب من ربنا من خلال الغلابة. بيقول الغلابة هم شيالين. الغلابة شيالين، اللي هتديهولهم هيوديهولك فوق. الغلابة شيالين، اللي تديهوله اللي تشيلهولهم هتروح تلاقي فوق. شيل 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 كل اللي عندك، حمله. هي دي الكنوز اللي هتنفعك. المكان اللي انت رايح له محتاج عملة كهذه، محتاج عملة ما تسوسي وما تتسركش وما تصديش. كل ما تلاقي واحد غلبان قول له خد شيل دول ودهم لي، تروح تلاقيهم هناك. لكن نروح ما نلاقيش حاجة ونسيبه كله مخزن هنا عشان العيال ما ربنا موجود. ورث عيالك ربنا، ما تورثهمش فلوس. فين الفلوس اللي في البنك؟ مفيش، اعطيناها الغلابة. فين الارض؟ اعطيناها الغلابة. هتورثنا ايه؟ هورثك الله. لم ارى صديقا تخلي عنه ولا اولاده يلتمسوا خبز. انت راجل بتاع ربنا مش هتحتاج، ولا اولادك هيحتاجوا. ادوا الغلابة. في ناس غلابة مش لاقيه العيش الحاف تاكله. اعطوا تعطوا. كنز العطا، كنز العطا، كنز العطا، كنز العطا. ادي ادي وانت فرحان، ادي وانت مبسوط، ودور على الناس. ايوب الصديق بيقول كده: بركة الهالك حلت علي. يعني يا ابونا ايوب يقول الغلبان اللي بيهلك انا بروح اديله بركة، باخد بركته، باكله، انا اللي باخد البركة. دوروا على الغلابة، اسألوا، دوروا، افحصوا، فتشوا. في ناس مش لاقيه تاكل، في ناس تعبانه، ادوها. دول شيالين، كل اللي هتديهولك تلاقيه قدامك في السماء. الركائز الاساسيه او الكنوز الاساسيه اللي احنا محتاجين اليها: كنز الصلاه، كنز الصلاه، كنز الصوم، كنز العطاء. نصرف حياتنا في دول، مش نلاقي وقت نصرفه في شيء اخر. صل على طول. الحياه كلها صيام، الحياة كلها عطاء. الرب قادنا يعمل بهذه الكلمات.